اواش الخوت قبل ما نبداو الفيلم ما تنساوش تخليو لايك وتابوناو في لاشين ويلا نبداو على بركه الله. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد المرتزقه شادين شي جنود امريكيين وكيعذبوا فيهم وكيسولوهم على البقيه فينا هما. في هاد اللحظه واحد الجندي سميتو فيرمان غادي يستغل الفرصه، نقز وغادي يفتح يدو وغادي يخرج عندهم وبدا كيمرود فيهم. صاحبنا كان ناضي واللي كيطيح في المقله كيتقلى. من بعد ما سالهم كاملين غادي يمشي يفك لصحابو، ولكن في هاد اللحظه هو فك لصحابو غيشوف واحد من المرتزقه اكتيفا واحد القنبله وكانت باقا 10 ثواني وتنفجر، فغادي يتكى على صاحبنا طفاه ومن بعد غادي يهربوا هما من تما. ولكن مع خرجوا عند الباب غادي تنفجر القنبله وهما تآدوا شويه ولكن ما مات فيهم حتى واحد. ومن بعد سنوات غنشوفوا فيرمان مع عائلته في الدار وكان سال المهمه العسكريه ديالو، ودابا لقى واحد الخدمه مع واحد الشركه ديال السيكوريتي. وكان اول نهار ديالو في الخدمه وشادين واحد السطاد ديال كره السله وقال غيدي ولادو معاه باش يتفرجوا معاه في الماتش وغادي يمشيو. وكانوا فرحانين بزاف. وصلوا للسطاد وكلشي كان فرحان. سولاتو بنته وقالت ليه واش ديما كيكون هاد الزحام هكا؟ قال لها لا، حيت اليوم خاص غتجي للسطاد واحد المليارديره سميتها ديانا سمارت وغادي يدخلهم لداخل وعرفهم على صاحبو الجاز اللي كان مفربل شي شويه وكان ظريف. هذا الرئيس ديالو في الخدمه سميتو فير عطاه واحد الشرط ديال التعقب باش يبقاو ولادو قراب منه وما يتلفوش عليه وكانوا فرحانين. في هذه اللحظه وصلت ديانا سمارت والخطيب ديالها ريمي وغادي يدخلوا كلشي رحب بهم وكلشي فرحان. تلاقاهم العمده ديال المدينه والمساعده ديالو ورحبوا بهم. نشوفوا فيد كيعلم الطاقم المختص بالاصلاح ديال الكاميرات يجي يصلحوا واحد الكاميرا خاسره. وصلوا الطاقم قلبوهم في الباب وما كان عندهم والو ومن بعد غيدخلوا، ولكن كانوا بزاف. في هذه اللحظه دخلوا لداخل وغادي نشوفوا فيرمان دخلوا ولادو للسطاد وقال لهم يتفرجوا وما يتحركوش من بلاصتهم حتى يرجع عندهم حيت هو يمشي يبدا الخدمه. خوتنا اللي جاو يصاوبوا الكاميرا طلعوا عصابه وجايين باش يحتلوا على السطاد، بداو كيصاوبوا الاسلحه والمتفجرات. في هذه اللحظه وجدوا كل شيء وفي نفس الوقت غادي يمشي يجبد لهم واحد الحوايج ويلبسوهم وكانوا اللباس ديال الحراس وغادي يقلعوا من تما وتفاهموا باش يتفرقوا في السطاد ويقضيو على كاع الحراس. وداك الشيء اللي كان مشاو قتلوا كاع الحراس ووقفوا في بلايصهم باش يبانوا هما الحراس. ديانا سمارت مشات للجناح اللي غادا تتفرج فيه المباراه هي والعمده وصاحبها وخلاو الحراس عند الباب، ولكن في نفس الوقت يجي عندهم الرئيس ديال داك العصابه وقتل داك الحارس اللي في الباب وحيدوه من تما. ومن بعد دخل عند ديانا سمارت وقال ليها سميتي الفا وقال لي راه الرجال ديالي احتلوا السطاد كامل وبغيت $1,000,000 عاد نخرج من هنايا. في الاول كلشي خدا الامور بالضحك وحتى واحد ما داها فيه، ولكن صاحبنا غادي يتعصب جبد السلاح وغادي يفرقع الراس ديال العمده وصيفطو يتحاسب قبل الوقت. هنا تاقوا به وعرفوا بلا ما كيلعبش وغنخليهم هنا ونمشيو عند ولاد فيرمان. وكانت البنت باغا تمشي للطواليت وقالت لخو هاري يتسناها تما وتحركات هي وغادا تمشي قاصده الحمام. وصلت لداخل ومع دخلت للحمام تلقى السيكوريتي مطايفين بيناتهم وهما في الحقيقه كانوا العصابه كيقتلوا السيكوريتي. بغات تهرب تبعها واحد وشدها وقرروا باش يديوها لالفا وهو يعرف يتفاهم معاها. في هذه اللحظه الفا غيكون عطى لديانا دوز ليه الفلوس وكان خصهم يتسناو شويه ديال الوقت. في هذه اللحظه فيرمان مشى عند ولده ولكن ما لقاش اختو مارا معاه وقال ليه فين هي؟ قال لي راه مشات للحمام. ملي خدم الجهاز ديال التعقب لقاها ما كايناش في البلاصه اللي فيها الحمام ولقاها بعيده عليها شي شويه، فغادي يمشي يقلب عليها وقال لولده واخا يطرى اللي يطرى ما تحركش من تما. في هذه اللحظه العصابه كانوا غاديين وضربوا عليه جاي موراهم، فغادي يحيدوا داك الشراح يتعاقبوا بها هي اللي فيها الديفو وخلاها لواحد وقال ليه قتلو. واللويان قال لي انا ندير بنيتها الالفا. فيرمان وصل عند صاحبنا اللي عنده الشاره ضربوا في الاول ولكن طلب منه السماح حيت كان كيسحبوا سيكوريتي، ولكن صاحبنا هز السلاح وغادي يتهجم عليه. هنا فيرمان غادي يبدا كيستخدم مع القوه ديالو وغادي يخبطوا على دماغه وبقى كيسلخ فيه. مرودو مزيان وسولوا على بنته ولكن صاحبنا ما بغاش يهضر فغادي يبقى كيسلخ فيه وقتلوه في التالي. في هذه اللحظه غادي يجي عنده الجاز وقال ليه راه كاع الامن ما كاينينش كما كنعرفوهم وراه كلشي جديد. قال ليه فيرمان راه داكشي ماشي عادي، فقرروا باش يمشيو يقلبوا عليهم. في هذه اللحظه هما خارجين لقاو وحده كتركب واحد القنبله عاقوا بها سولوها شكونتي؟ قالت لهم انا جديده في الامن، ولكن فيرمان عاقب البلان وغادي يسلخها وفاش سولها شكون هي ما بغاتش تهضر حكر عليها وقتلات راسها. في هذه اللحظه فيرمان مشى بدا كيفك داك القنبله حيت هو كان خبره وموالف كيفتح القنابل في الجيش. ومن بعد خدا الجهاز ديال التواصل اللي عندها وتواصل مع الفا وقال لي انا جاي ليك وغادي نقتلك وجد راسك هاني جاي. ومشى مع الجاز عطاه الخريطه ديال السطاد كامله باش يعرف القنابل فين كاينين والمداخل هما اللي غيكونوا فيهم القنابل. مشاو لكاع البيبان وفتحوا كاع القنابل اللي كاينين تما. صاحبنا فيرمان كان خبره في هادشي تفكيك القنابل وعرفهم بالضبط. في هاد اللحظه الفا جاب ليه لويل البنيته ديال فيرمان
وقالت لهم بلا باها حارس امن، وقالت لهم دابا يجي يقتلكم حيت هو خبره وقدروا يعرفوا بلا هو هذاك اللي تواصل معاهم حيت هو اللي باقي حي. فيرمان قال للجاز خصنا شي طريقه باش نعلموا الناس كاملين يخرجوا من الباب اللوراني حيت هو اللي مأكدين منه مأمن 100%. وسولوا على خونا اللي كيتحكم في الشاشه ديال النتائج وقال لي هذه هي احسن حل، ووراه المكتب ديالو. في هاد اللحظه مشى عنده وكان هاد الغليظ مبطبط. صاحبنا ما قدرش يفهمه بسهوله حيت حتى عقله مبطبط بحاله. ومنين شرح ليه البلان يلا بدا كيوجد باش ينشر داكشي اللي قال ليه. في هاد اللحظه غادي يدخلوا عليهم واحد جوج من المرتزقه تيراو على فيرمان ولكن هرب منهم وداروا قتلوا صاحبنا المبطبط وقالوا ليه سير تحاسب. ما صالح لوالو وبقاو غاديين تابعين فيرمان. قدروا يلحقوا عليه في واحد البلاصه وغادي يخرج لهم من واحد الباب وبدا كيخبط فيهم. صاحبنا خيبره بزاف سلقهم كاملين واللي كيطيح في المقله كيتقلى. قتل الاول وداز للثاني ومن بعد صيفطو حتى هو يتحاسب وبقى ليه اللوين. شد معاه ليغا في الاول ولكن قدر يحكمو. سولو على بنته وقال ليه راه في الجناح اللي فيه ديانا سمارت وقال ليه صافي يلا سير تحاسب. وفي نفس الوقت نشوفوا الفا قدر يعرف عليه بزاف ديال المعلومات بحال انه قوي بزاف وكيقدر يتقاتل بلا سلاح. وتاني حاجه كان خدام في الجيش الامريكي وعنده خبره مع الارهاب وخاف منه. وفي هذه اللحظه غادي يتصل به فيرمان وقال لي هاني جاي ليك غير تسناني. قال لي لا قربتي عندي غادي نقتل لك بنتك. قال لي ما تخافش غندخل عليك بطريقه مفاجئه. ومشى عند جاز وطلب له واحد الحبل وعطاه له وطلب منه حتى واحد السلاح ديال الالعاب وقال لي غينفعني بزاف باش ما ندخلش بيدي خاويين وغادي يمشي. في هاد اللحظه جاز خرج على برا ولقاه نسى واحد القنبله وبدا كيحاول يفككها واخا كان تالف وما عرفش كي غيدير ليها. وبقى تالف بين الخيوطه وما عرفش اين خيط يحيد الخيط الازرق. هنا القنبله بدات كتصوني وعرفها غادا تنفجر فمشى كيجري بها. صاحبنا كان تالف بقى غادي كيجري ودارها في واحد السطال ديال الزبل. في هاد اللحظه الفا من بعد ما حولت ليه ديانا سمارت الفلوس كامله قال لي غادي نفجر المكان حيت كان كيسحب ليه القنابل باقه. في هاد اللحظه غادي يدخل عليه فيرمان ودخل عليه من الزاج وبصح بطريقه مفاجئه. بغى صاحبنا يفجر ولكن تفجرت هي ديك القنبله اللي كانت في السطال ديال الزبل. اما البقيه حتى وحده ما انفجرت. صاحبنا بقى هي دايخ حيت القنابل مركبهم في السطاد كامل. بقى كيضرب عليهم داك السلاح ديال اللعاب ومن بعد ما تسالى ليه كملها ليغا. الفا شاف راسو حصل وغادي يهرب مع مرابط فيرمان وبدا كيهدو بها. في نفس الوقت الناس سمعوا الصداع وبداو كيخويو السطاد وكل شي هارب على برا. في هاد اللحظه مرات فيرمان كانت في الدار حتى شافت في الاخبار بلا السطاد اللي فيه راجلها وولادها مرون وهزات السوار ديال الطوموبيل وخرجت. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا فيرمان وصل عند الفا وقال لي طلق لبنتي ولكن بين ليه بلا القنبله في يديها وقال لي الا قدرتي تربحني غادي تحيد لي القنبله. وبقاو مطايفين. في الاول فيرمان زرب على الفا وسلخو مزيان ولكن في هذه اللحظه الفا جبد الحبيبه القصيره وزرعها له بفخذو. فغادي فيرمان يحزم رجلو وحيد داك الموس من رجلو وحاول يقطع به ديك القنبله من اليد ديال بنته. الفا بغى يستغل الفرصه وبغى يهرب. في هذه اللحظه دار ولقى موراه ديانا سمارت وقالت ليه فين غادي يا وليدي حصلتي وغادا تيري ليه على رجلو. وغادي يشدو فيرمان وكمل عليه سلخو مزيان ومن بعد غادي يزرع عليه الحبيبه القصيره في صدرو وزرع عليه معاه القنبله وغادي يلوحو من الفوق ورقد بسلام. غادي يجي صاحبنا لتحت وهو هابط غادي تتكلم داك بوم. وفاش خرج هو وولادو لبرا جات عنده ديانا سمارت وقالت ليه بغيتك تخدم رئيس ديال الحراس عندي. قال لها واخا. وفي هاد اللحظه وصلت مراته وقالت ليه كي بقيتي قال لها ما كاين والو وغادي يخرجوا من تما. وحتى لهنا يكون سالا الفيلم ديالنا. إلا عجبك هذا المحتوى ما تنساش لايك كومنت وسبسكرايب لاشين يوتيوب. تهلا. Speak wide to see they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yeah, so where is all the